ما زال طول تيسر ما زال الماء. اليوم ما زال الله والله ما افطر. دابا غادي نمشي سبحان الله العظيم. عمي لاباس بخير؟ تهز لي شي سلعه؟ يلا فين؟ هنا لداخل. يلا قول لي بعدا الثمن. ها؟ الثمن واش عرفت دابا هذاك الشيء اللي عطى الله. اللي عرفت الله. حيت انا عندي شويه سلعه كثيره. ما عندناش هذاك الشيء علاش خايف. نخلص. بغيت نخلص بغيت نخلص لك النهار ديالك. ها؟ نخلص لك نهارك وتهز لي داك الشيء تخرجوا ليا. واش تمشي للحوال؟ لا غير نخوي واحد المكازه اخرى. غير شي سلعه. يلا شحال تحسب لي النهار؟ يلا قول انت قول. قول لي انت شحال انت كتصور في النهار كاع النهار المزيان؟ ايوا النهار مزيان تجيب شي رجل بحال تعطي 2000 كل واحد برشكوال. 2000 100 درهم. ها؟ 100 درهم. هاكا. اش سماك الله بعدا؟ سي احمد. سي احمد مشرفينا سي احمد. هذه يومين. هذه يومين ديال الخدمه. الله يرحم الوالدين. سمعتيني؟ انا ما باغيك لا تهز لي سلعه لا والو. الله يرحم الوالدين. هذيك ديال يا ربي امين يا رب. هذيك هذيك قلتي لي انت 100 درهم النهار. المهم هذيك يومين ديال الخدمه ديالك. مرة تنصبر مرة تنصبر مرة. ياك ايام الله ما صبرت ريال كاع. والله العظيم. وهذا اليوم والمكتب اللي جمال ما صبرت فيها ريال. زرت تعيس ما زال طول تيسر ما زال الماء. اليوم ما زال الله والله ما افطر. دابا غادي نمشي. سبحان الله العظيم. ايوا نقول لك صراحة دابا الوحده ونص هذه مازال ما فاطرش انت. والله مازال ما افطر. حيت ما عندكش باش تفطر. والله ما ندير ريال. سبحانك يا الله جليل. يرحم لك الوالدين. الله عمي يخليك. غير باش نفهمك انا واحد القضيه. نعم اخويا. انا كندير فيديوهات في فيسبوك وكندوز كنقلب على ناس زوينين بحال ما هكا دراوش على قد الحال. كنبغي ندير معاهم شي حاجه اللي تفرح. ولكن دابا فاش قلتي لي هذه الهضره اقسم بالله العظيم الا ضريتيني لا في الخاطره ديالي. سمعتيني الله يخلف عليك. عرفتي باش تكون راجل بحال ما هكا يعني وما فاطرش. غادي نفطر غندي شي حاجه للمالين. حطا شي حاجه للدار. شوف هذا عندك تليفون؟ عندي. اعطيني النمره ديالك. هاكشي زوجتي تنعرف. فيه شي شويه ديال التعبئه ولا والو؟ لا فيه. فيه. الله يرحم الوالدين. الله يخلف عليك. يا ربي يا رب. الله يخلف عليك بالخير. المهم هي هاك طلعت النمره ديالك عندي. الا كان شي حاجه دابا نسول فيك. راه كاينين الناس زوينين اللي كيدعمونا حتى هما. الا بغى شي واحد يزيد يتعاون معاك راه غادي نجي حتى لعندك. صافي يا ربي يا رب. وكما قلت لك انا كندير فيديوهات في فيسبوك. هاد الفيديو هذا راه غادي نلوحو في الصفحه ديالي ويشوفوه الناس. واللي بغى يزيد يتعاون معاك يشجعك شويه ويخلص عليك داك الماء والضوء ما كرهناش. صافي انت موافق ندوز الفيديو ماشي مشكل. ندوز الفيديو ماشي مشكل. ماشي مشكل. الله يرحم الوالدين ونهارك مبروك واسمح لي بزاف. انا درت لي الخير في هذاك الشيء. لا بصح انا والله العظيم بغيتك غير نزيد نعاونك. هذا الشيء الغرض ديالي. والله العظيم درت ما كان لي حتى ريال. واش اش غدير دابا؟ نوضعك ما تشمش وسير فطر بعدا وتقضى شي حاجه اللي ديال موالين الدار وسير ارتاح لك شويه. صافي الله يعاون. الله يخلف عليك. يلاه خرج. لا حاشا الله ودي الله يعاون. الله يعاون. وما الاخوان هذا السيد هذا ما بغيتش نحط النمره ديالو. علاش؟ حيت كاينين بعض القلالين الاصل اللي كيبقاو يتصلوا على عباد الله كيبرزطوهم وكيتنمروا عليهم. ومؤخرا واحد السيد من دوك الناس اللي كانوا متضررين بالزلزال يعني واحد خونا هز النمره ديالو اتصل به وقال له حكا راه واحد خويا حماق وهز لي فلوس سرق هذه وصيفطها لك ودار وفعل وترك. يعني باش نتفاداو هذا الشيء وما نديروش الناس المشاكل. اللي بغى النمره ديال هذا السيد غير يتواصل معايا في الخاص راه غادي نقضي معاه الغرض. وهذا هو اللي كاين الاخوان. المهم كيف ما سمعتوه في الفيديو اقسم بالله العظيم يعني باش تلقى واحد الشخص يعني جالس هذا الوقت مسكين مازال ما فاطرش ومازال يعني ما عنده حتى شي ريال في الجيب ومخلص لا ما لا ضو. ف يعني راه هذا الشيء هذا يعني راه اقسم بالله كيضر في الخاطر. والله ياخذ الحق اللي كان حيله والسبب. اي واحد ضيع هاد الناس هذو في حقهم وخلاهم يوصلوا لهذه الحاله. حيت الحاله هذا المفروض انه يكون عنده واحد الصالير اللي يعيش به
تيدي مول الامانه امانته، ولكن الغالب الله. ما دمت في المغرب فلا تستغرب.